الاعلان عن الستيم ديك الجديد كان غير متوقع من شركة فالف، وبالاخص بعد وعودها في ان هي مش هتقدم جهاز جديد خلال الفترة الجاية وخلال كمان السنوات الجاية. ولكن اعلنت شركة فالف عن ستيم ديك جديد بنسخة الاوليد اللي بيتميز بشاشة اكبر وكمان فريمز اعلى وكمان بطارية افضل ب 30%. بس هل الاداء فعلا هيفرق عن الموجود في نسخة ال LCD؟ اهلا بيكم. لما اعلنت شركة فالف عن اصدار جهازها الجديد ده كان صدمة كبيرة للمستخدمين الحاليين، وخبر حلو بالنسبة للي كانوا بيفكروا يشتروا ولسه مشتروش، لانه نزل بنسخة 1 تيرا بنفس سعر ال 512 جيجا القديم. خلينا نبتدي الاول باننا نقول ان الستيم ديك كان من افضل الاجهزه اللي تم اطلاقها الفتره اللي فاتت، ويمكن هو اكتر جهاز مميز موجود، وده عشان ان هو على نظام الستيم او اس. ويمكن اللي متابعنا عارف قد ايه انا بفضل اللينكس سيستم عن الويندوز، والجهاز اللي معانا ده تم اصداره من سنتين تقريبا وحقق نجاح كبير جدا ونسبه مبيعات عاليه. بس المره دي شركه ستيم قررت تزود مبيعاتها قبل نهايه السنه، عشان كده اصدرت جهاز يعتبر جديد ومش جديد في نفس الوقت. لا، دي قالت انه فقط اصدار محدث بامكانيات اقوى شويه. فخلينا نشوف ايه الجديد اللي قدمته فالف في الجهاز الجديد. الجهاز مبدئيا لو شفته من بعيد مش هتعرف تفرقه عن النسخه القديمه، ولكن لو قربت شويه هتلاقي المميز فيه ان زر الباور اتغير للون اورنج واضح جدا وبارز عن النسخه اللي قبل كده، وكمان الانالوج ستيكس اتغيرت وبقت اسود بالكامل، وده طبعا عشان تقدر تفرق ما بين النسختين. وتاني حاجه هتلاحظها ان البازلز نفسها بقت اصغر، يعني الشاشه اصبحت اكبر. يعني النسخه اللي معانا دي 7 انش ولكن النسخه الجديده 7.4. والتغيير الاكبر كان ان الشاشه نفسها اتغيرت من LCD ل OLED، وده نفس اللي عملته شركه نينتندو لما اصدرت النينتندو سويتش ده بعد على طول النسخه الاوليه منه، وكبرت كمان الشاشه واصدرتها OLED. وده كان تطور ملحوظ في جوده الصوره، لان الاوليد بتفرق معاك في دقه الالوان وسطوع الشاشه. سطوع الشاشه في نسخه الستيم ديك الاوليد بتوصل ل 1000 نت، فده هيخلي تجربتك افضل بكتير. واصبح تردد الشاشه اعلى وبيوصل ل 90 هرتز مقارنه ب 60 هرتز في نسخه ال LCD، وده هيفرق فعلا عن النسخه اللي فاتت. ولكن طبعا مش هيوصل للتردد ال 120 هرتز الموجود في الار او جي الاي. بس كمان التاتش سكرين اصبحت بتشتغل بشكل اسرع، بيوصل ل 180 هرتز، وده هيفرق معاك وانت بتعمل براوزنج وهيخلي التجربه سموث اكتر. تاني حاجة ان نسخة الستيم ديك الاوليد جاية ببطارية افضل بنسبة 30%، وده بسبب ان الشاشة الاوليد استهلاكها اقل من ال LCD بكتير. وده زي ما بتقول الشركة هيديلك من 3 ساعات ل 12 ساعة، ولكن في الواقع ممكن يوصلك لساعتين فقط. وده برضه تطور كبير، لان الموديل الاقدم اللي معانا النهاردة اللي هو نسخة ال LCD كان ممكن يوصل معاك من ساعة لساعة ونص على حسب الجيم. وبما انه في تغيير في الشاشة والبطارية فطبعا هيكون الوزن اخف، وفعليا الوزن اخف بس بنسبة بسيطة، ممكن كمان ما تتلاحظش لان الفرق هيكون بس 30 جرام. وعلى فكرة الدايمنشنز بتاعة الجهاز نفسه نفس بتاعة الجهاز الجديد ده، عشان لو عندك الكيل سويتش كيس او اي كيس تانية تقدر تركبها على الجهاز الجديد لان هو نفس الشاسيه. نيجي بقى لاهم نقطة وهي الاداء نفسه. الاداء اتطور من نواحي كتير قوي، اولهم ان الاي بي يو نفسه اتطور واصبح 6 نانومتر، وده هيساعد في استهلاك الباور. وكمان الرامات 16 جيجا اصبحت 6400 MT في الثانيه، فده طبعا هيساعد في اللود تايم واداء الجيم نفسه. وكمان المروحه الداخليه اتغيرت واصبح الانهيل والاكزوست بيشتغل بشكل اسهل واسرع، وده هيقلل من صوت المروحه. كمان شركه فالف اخيرا اضافت الواي فاي 6E، ودي انا بشوفها اهم المزايا لان ده هيسرع الداونلود بشكل كبير، وهم كان لازم يعملوا ده من اول نسخه، ولكن كويس انها اتضافت دلوقتي. والبلوتوث كمان اصبح النسخه الجديده اللي هي 5.3 واللي بتدعم ترددات افضل عشان الكونكشن يكون اسرع وتتحل مشكله قطع الاتصال، وده بانهم اضافوا انتنه جديده جوه الجهاز نفسه عشان كمان تسهل كل الكونكشنز دي. وده بالتالي خلى ميزه كويسه جدا موجوده في الكنترولرز. لو انت شابك كنترولر بلوتوث سواء كان اكس بوكس او بلاي ستيشن هتقدر ان انت تفتح الجهاز بانك تدوس على زرار البي اس بوتن، وده هيعمل ويك للشاشه وتقدر ان انت تتحكم فيه عن بعد على طول. ودي ميزه حلوه جدا لو انت بتستخدمه في الديسكتوب مود. ممكن تشوف ان المزايا والتحديثات دي كلها تعبر عن ان الجهاز ده اتغير بشكل كبير، وانا معاك في ده لان التطور غطى كل النواحي، وبالاخص كمان السعر بتاع الجهاز نفسه. فدلوقتي في 4 موديلات. اصبح موجود نسخه ال LCD اللي هي 256 جيجا
ودي $399. ونسخة ال 512 الاوليد ودي $549. والاول مرة اصبح في نسخة ال 1 تيرا من الاوليد، ودي سعرها نفس سعر النسخة اللي معانا النهارده اللي هي ال 512 جيجا اللي هي $649. وفي نسخة ليميتد اديشن موجودة بتكون 1 تيرا. وكل الفرقات اللي ما بينهم هسيبها لكم في الديسكريبشن، وكمان موضحة قدامكم دلوقتي في الشاشة. خلونا اعرف ايه رأيكم في الجهاز، وهل شايف انه فعلا يستاهل الابجريد ولا لا. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد من الفيديو ده. شكرا جدا على المتابعة، نشوفكم في فيديو جديد.